السلام عليكم. بعد ما عرفنا واتكلمنا قبل كده عن اسباب اللي بنعمل عشانها عمليه استئصال اللوز والاعراض اللي بتكون موجوده وقت التهاب اللوز، هنتكلم دلوقتي عن الطريقه اللي هنعمل بيها العمليه. الحقيقه ان الطريقه اللي بتعمل بيها عمليه اللوز في كذا طريقه موصوفه. اقدم واشهر طريقه بيتعمل بيها عمليه اللوز اللي هو التشريح الجراحي. التشريح الجراحي بعد كده في الكي سواء احادي او ثنائي القطب. بعد كده في عمليه استئصال اللوز بالتبريد او الكوبليشن. الحقيقة إن أفضل طريقة بيتعمل بيها اللوز هي أفضل طريقة الجراح بيشتغل بيها كويس وبيحافظ على التشريح الموجود في الحلق. التفرقة ما بين كل طريقة والتانية بتعتمد على نسبة النزيف أثناء وبعد العملية، نسبة النزيف الثانوي اللي ممكن يحصل بعد العملية، الألم اللي بعد العملية هل الألم ده بيكون شديد ولا قليل، ورابع حاجة نسبة التعافي أو التئام الجرح بعد العملية عاملة إيه. الحقيقة بنقول إن أفضل طريقة بيتعمل بيها العملية هي اللي بتحقق الاربع شروط دول، وده بيحصل في التشريح الجراحي اشهر طريقه، ولكن المشكله فيه ان هو بيكون في نسبه نزيف عاليه شويه اثناء العمليه. بعد كده بيجي دور الكوبليشن او الكي بالتبريد. في الاخر خالص بيجي دور الكي سواء كان احادي او ثنائي القطب.